يلا نعمل أحلى سندوتش كبدة في مصر. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم مع سليمان. النهاردة هنعمل أحلى سندوتش كبدة اسكندراني في مصر. بس في البداية ندعي لكل إخواتنا في كل بقاع الأرض إن ربنا ينصرهم. الكمية اللي معانا نص كيلو كبدة، هنحتاج ليها فلفل رومي 3 قطع لو الحجم متوسط أو كبير، و10 فصوص توم متوسطين. في البداية هنقطع الفلفل بتاعنا شرايح، نحاول على قد ما نقدر نساوي حجم سمك الفلفل علشان وقت التسوية، يعني زي ما حضراتكم شايفين يكون الفلفل كله نفس الحجم. نعمل كل الكمية. بعدين نجيب الكبدة ونقطعها شرايح رفيعة جدا، كل ما الحجم يكون أرفع يكون أحسن، ونرجع نقطعها لشرايح أرفع وتكون كلها نفس السمك علشان وقت التسوية، ونعمل الكمية كلها. بعد كده هنجيب طبق ومعلقة شاي، ونحط معلقة وربع كمون، ونص معلقة فلفل أسمر، ومعلقتين إلا شوية كده كزبرة ناشفة، ونص معلقة ملح. نقلب البهارات كلها في بعض، ونجيب بولة أو طبق غويط ونحط فيه كل كمية الكبدة. وبعدين نحط 3/4 كمية البهارات، ونشيل الربع على جنب، والعشر فصوص توم نحط ربعهم، ونقلب الكبدة والبهارات كويس جدا لحد ما الخليط كله يبقى واحد زي كده. على طاسة على نار عالية بس مش قوي نحط 7 معالق زيت، ونستنى الزيت يسخن جامد، وهنجيب الكمية الباقية من التوم نحطها على الزيت ونقلب لحد ما يبدأ التوم يصفر، ونجيب الكبدة بتاعتنا ونحطها في الطاسة، وما نقلبش الكبدة نهائي، يدوب نوزعها في الطاسة. بعد 30 ثانية تقريبا نقلب الكبدة يكون لونها اتغير من تحت، وبعد 30 ثانية تانيين نقلبها تاني لحد ما الكبدة كلها يبقى لونها واحد، والنار زي ما هي زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. أول ما لونها يبقى واحد هنحط الفلفل الرومي، ونحط كمية البهارات اللي باقية، ونقلب الحاجة كويس جدا. في الوقت ده هنوطي النار شوية، وكل دقيقة ونص نقلبها لمدة 6 دقايق، يعني هنقلبها 4 مرات. على ما الكبدة تجهز خلونا نعمل أحلى طحينة. هنجيب طبق ونحط حوالي 4 معالق طحينة، ونجيب مية عادية مش سخنة ولا ساقعة، ونحط شوية ونقلب لحد ما نوصل للخليط اللي يناسبنا. يعني أنا احتجت أحط كمان شوية مية لحد ما وصلت الطحينة للمستوى الجميل ده. هنعصر نص ليمونة، هنحط نص معلقة كمون، وقدهم كزبرة ناشفة، ورشة فلفل اسود، ومعلقتين خل، و4 فصوص متوسطين توم، ونقلب الطحينة كويس جدا لحد ما كل حاجة تدوب في بعض. بعدها هنحط ربع معلقة ملح، ونرجع نقلب تاني كويس كده. الطحينة بقت جاهزة للأكل. نرجع تاني للكبدة بتاعتنا اللي اتقلبت 4 مرات وخدت وقت 6 دقايق على نار متوسطة، وكده بقت الكبدة جاهزة. يلا نعمل أحلى سندوتش كبدة في مصر، ونحط جواه الطحينة وعصرة ليمون، وبألف هنا. وما تنسوش تعملوا لنا متابعة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.